طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم بالصحة والعافية. حقيقة عدنا إليكم كما تعودنا إليكم، فلا أريد أن أشق عليكم في هذا الثرد أو هذا التسجيل، لكن لدي بعض الأشياء أريد أن أنبه بها المواطن السوداني في كل أرجاء السودان، من شرقه لغربه وشماله ووسطه وجنوبه، لأشياء مهمة قد لا ينتبه لها أي إنسان في هذه الظروف. وذكرنا آنفا مرارا وتكرارا أن الشعب السوداني محتاج لتوجيه معنوي أكثر من كل شيء. أبناء المجتمع السوداني محتاجين للتوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي ده يوضح لك عبر الإعلام والوسائط والتواصل الاجتماعي المختلف، المغرب والمسموع والمرئي، إنك تعرف عدوك من صالحك وتعرف أنت تعمل في شنو. التوجيه المعنوي لكل منتسبي أبناء الوطن محتاجين له الآن أشد من أي قوة بتاع السلاح، لأنه نحن في حرب فكرية. أول حاجة الحرب الفكرية اللي بتخلي الإنسان يكون عدو لنفسه قبل أن يكون صليح. إذا أنت ما عارف الحاصل بتبقى أوتوماتيكيا عدو لنفسك. احنا في حرب فكرية. أول حاجة يقتلوا عقول الشباب، يغيبوا عقول الشباب عن الواقع والحقائق. يعملوا في شنو؟ ما دار نكون الآن تدركوا هذا الخطر حتى تقتلوا نفسكم بأيديكم وتدمروا وطنكم بأيديكم. طيب، فلنختصر حديثنا. بالنسبة للدعوات التي تتردد عبر أنه الناس تحمل السلاح، من ناوي قال لا يغلب دارفور يتسلح، وهنالك الدعوة من قيادة الجيش لأنه المعاشين وهؤلاء برضو يسلحوا. فجماعة الأمر يتعلق بقضية وطن مصيرية. يعني شنو قضية الوطن المصيرية؟ ده ما صراع من أجل برهان يحكم أو ياسر العطا أو كباشي أو حميدتي. دي قضية وطن مصيرية، والوطن مخطط لتدميره من سنين بعيدة جدا، لكن بالمراحل وصلت لهذه المرحلة. غشوا الناس بالثورة، وزي ما ذكرنا آنفا لما يسقطوا الجيش العراقي فرتوا قالوا ده جيش البعثيين وكذا وكذا، فالمواطن صدق في أصغاطه. أتى جيش ليبيا سموه بكتائب القذافي، فالمواطن الليبي صدق في أصغاطه. أتوا بجيش اليمن فقالوا ده جيش علي عبد الله صالح فسقطوه. الآن أتى الدور على الجيش السوداني. يجب على المواطن السوداني، بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن تصل الحسابات، بعيدا عن الأنانية، من باب الوطنية والإنسانية والضمير ومصلحة البلد. الآن أوصفوا لك جيشك بجيش الكيزان أو جيش الفلول. هنا الناس كثير صدقت هذا الأمر، لكن ده ما حديث. الحديث هنا للناس اللي حملوا السلاح. في ناس الآن حملوا السلاح ده لتصفية حسابات. أنا بقول للمواطن السوداني أنت أحمل سلاحك، دافع عن عرضك وأرضك، وده شيء مكفول كفله لك المولى عز وجل. بس ما تعتدي على إنسان. يعني أنت الآن ادوك سلاح، ما قالوا لك الزول ده مسيري أمشي أعتدي عليه أقتله، أو ده غرابي أقتله أو صفي. لا لا، الأمر ما كده. السلاح ده تجيبه تحمي بيه نفسك. الزول بيجي بيتلب لك في بابك، الزول بيجي بينهب مالك، بيعتدي على عرضك، أنت هنا بتدافع عن نفسك. لكن ما قال لك شيله أمشي قاتل به الغير. فحمل السلاح ذاته يجب ان يسبقه توجيه معنوي. كيف السلاح تشيله تستخدمه، وشايله لشنو، من اجل شنو. في ناس بيشيلوا السلاح ده عنده حساب مع كيزان ساي كوز، لقى كوز بدي طلقه، عنده حساب مشويع ساي قالوا زول تابع الحزب باليوم بدي طلقه. فالكلام ده هنا غلط. يجب على الناس تفرز بين حمل السلاح وبين الدفاع عن النفس وبين الاعتداء على حقوق الناس. للمواطن السوداني في اي مكان وزمان. ولأنه هنالك حرب إعلامية الآن، فشل المخطط ينفذ في حرب إعلامية الآن ظاهرة إنه دار يعملوا حروب قبلية. بيقوموا مثلا الناس عندهم تصفية حسابات زي الأحزاب، بيقتلوا ناس من ناس أو من الناس المضادة للعدو وبينسبوها للجيش أو للقوات المسلحة. فعشان كده أنا داير المواطن يدرك هذا الأمر. هنالك فتنة قايمة بقول لك يا أخي أي زول الجيش ده لو مسك واحد من سيريا ولا وين بدي طلقة وبقتله، ده كله كذب. ده كله حرب إعلامية، حرب بتاع اعلام، حرب مضاده لشعل الفتنه القبليه، ويجوا مطرطشين وحتاله ابناء المجتمعات في هذا القبائل المذكوره يقول لك يا اخي نحن سياد البلد، ويستفزوا ناس تانيين، والحرب مبدا الكلام. فالفتنه الان صايره تحول من حرب صراع بين الجيش والدعم السريع الى حرب يعني تقضي على الاخضر واليابس بين الشعب السوداني. فعشان كده انا رسالتي للمواطن قبل ان يشيل بندقيه وقبل ان تحمل بندقيه، اعرف انت البندقيه شايله لشنو ومهمتها شنو، عشان ما ده تعتدي بقى على زول ساكت. فعشان كده احنا رسالتنا دي للمواطن السوداني، ما ده انك تحمل سلاح وتعتدي على الغير. احمل سلاح، لقيت زول جا قاعد لك قدام بيتك بسلاح قول له يا زول ابعد مني، كان دعمي سريع ولا غيره، يا زول ما دايرك. اتفقوا ما دايرينه خلاص يخرج بسلامته. لكن ما تلقوا لكم مواطن ولده في دعم السريع تقوموا تحرقوه وتدوا طلقه، ده غلط.
ربنا في القرآن قال لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما تحاسب الجريمة بتاعت الأب للولد ولا جريمة الولد للأب. ده الدين قال كده. فنحن الآن ما دارين الفتنة الغبلية البغيضة أن تتطور. نعم هنالك أخطاء، وأسهل شيء في الدنيا إنك تغلط لبعض حتالة أبناء المجتمعات. أنا أسميهم دائما الناس اللي بيعتدوا حقوق الغير واللي بيسرقوا مال الغير واللي بيهددوا وبيشوفوا حق الغير ده حقهم وحلال عليهم. فديل ما بيمثل القبائل اللي في دارفور ولا القبائل اللي في كردفان. ديل ناس بيمثلوا أنفسهم وتربيتهم هي اللي بتمثلهم. فأنا داير الناس جميعا تدرك هذا الأمر. والجيش ده كله الآن كل قبائل السودان في الجيش ده، كل قبائل السودان الآن موجودة في الجيش ده. كان المسيرية موجودين، كان الدارفوريين موجودين، كان وين موجودين، كلهم موجودين. الجيش ده أبوهم وأمهم كلهم. دي قبيلته. لكن لما تجي أنت عشان مسيري في الدعم السريع أو مسيري في حزب سياسي أو تابع أو رزقي في حزب سياسي أو مسيري تابع دعم رزقي تابع لدعم سريع، حصل لك ظلم لنفسك، تجي تتحدث باسم القبيله وتنسب ظلمك ده، تقول القبيله هبوا معي، الناس ضدنا نحن كقبيله او ضدنا نحن كمجتمعات. الكلام ده غلط. عشان كده انا رسالتي لكم جميعا فرزوا بين الخونه عملاء هذا الوطن الذين يريدون ان يدمروا بنيتكم التحتيه بايديكم ويدمروا مستقبلكم بايديكم، وان يفتنوكم تقتلوا بعضكم بعضكم، لا يعرف المقتول فيما قتل ولا يعرف القاتل فيما قتل المقتول. وده المخطط الآن الغايب عنه المجتمعات عبر التوجيه المعنوي. ما في إعلامي أو صحفي أو قناة واحدة أو منظمة مجتمع يوعي المجتمع السوداني في الواقع. الناس كلها هدفها تدمر السودان. اللي دمرت البنية التحتية، منو خسران؟ الرزيقي خسران، المسيري خسران، الجعلي خسران، الشايقي خسران، كل الناس الآن خسرانين. دي البنية التحتية تدمرت، التعليم تدمر، كلكم خسرانين. الدولة كل مؤسسات تعطلت من شرقكم لغربكم خسرانين. فخلونا من الصراع من انه ده ادعمي حاكم او ادعمي راجل او انا داير. لا، القضيه ليس كده. الصراع الحاصل في السودان مخطط له من زمن بعيد لتفكيك الجيوش والشعوب الضعيفه بالحرب الفكريه. يعني شوف ناس حمدوك ده لما نجوا عبر الحريه والتغيير دي ضللوا المواطن ومسكوه في شماعه اسمها المدنيه والحريه والسلام والعداله والديمقراطيه المزيفه. المواطن صدق وكنكش فوق الكلمه دي بس، لكن ما عرف واقعها وين اين تتنفذ وكيف تتنفذ. ما استفاد منها شيء، خدعه ومشت على عقله. لا نريد المواطن ان يقع في هذا الاخطاء مره اخرى. ما يجيك زول يخمك عبر احزاب سياسيه. الاحزاب السياسيه ده تتاكدوا انها فاشله، انها هي عضو الوطن، هي دمرت الوطن. الكلام ده الان من زمن حمدوك جو يغشقشوا فيكم سايقونكم بالخلع، عيالكم يموتوا وفضوهم وقتلوهم وفعلوهم وزول جاب حقهم. في النهايه اكلوا اكلتهم وفسدوا فسدتهم ومرروا اجنداتهم وقوانينهم، ثم ركبوا طيرانهم الان مع الاجانب قالوا احنا اجانب لما جاء اخلع الرعايه. ثم اتى دور حميتي فتنوه حرشوه، ما بهمهم مواطن. يا زول قال لا اركب الناس ذخيره بس واحكم مجتمع سوداني. المحاور كلها الان هي ما بتدور توعي مجتمع سوداني. فدائما نختصر الحديث يا جماعه، الوقوف مع جيشك الوطني يعني وقوفك مع وطنك. جيش وطني يا جماعه. الهجوم عنيف، الهجوم عنيف. طيب عدم الشير دائما بيخلي فيه هجوم عنيف على التسجيل. طيب الجيش ده انت جيت لقيته، انا جيت لقيته، غيرك جا لقاه، غيرك جا لقاه. فنحن اي انسان بيقول كلام ما بيهو نحظره لانه لسنا بحوجه له. طيب الجيش جا لقاه موجود، انت جيت لقيت، جدك جا لقاه، عمك جا لقاه. دي جيوش اسست مهمتها معروفه، 1 2 3 من اجل الوطن ومصير البلد. والقوات المسلحه المؤسسه الوحيده الان هي المسؤوله مسؤوليه تامه من ما يحصل للوطن ومصير المواطن السوداني. ذكرنا الكلام آنفا لما قلنا التفوا حول المؤسسة كقوات شعب مسلح، فما قلنا التفوا حول برهان مثلا، ما قلنا أدعم مقايد والبلد بعينه. الجيش ده جيش السودان، لا يشيطنوه باسم الكيزان، لا يشيطنوه باسم الفلول. الغبي من يصدق ما يقوله المحور بتاع الشر. الآن الحروب دي أنتم عانيتم ما عانيتم، وأنتم براكم قاعدين في أرض واقع وشايفين أفعاله. ما تمنيتم أن يعود عهد البشير، ما تمنيتم أن يعود عهد الكيزان. فالشماعة الآن لتدمير الوطن هي الكيزان، الشماعة الآن لتدمير السودان هي الكيزان أو الفلول. فدي الشماعة بتاعت المحاور الآن. ما هو أي عدو داري يدمرك ويحاربك يجب أن يصنع لك شماعة يستعطب بها المواطن السوداني. وأحذر الخطط والمخططات للأحزاب السياسية دي مستعدين يقتلوا زول منه نفوم الأحزاب وينسبوه لميليشيا أو لجيش.
فالأحزاب الآن لما حست هنالك هزيمة أصبحت تطلع تصريحات: هجموا بيتي، سووا لي مغري، كسروا. دي كلها خطط بتاع السعالي بتاع الزكاة وبرنامج زي ده عشان تجيكم بمدخل آخر. فأنا رسالتي للمواطن: الجيش دي هو أنت، والوطن يا هو حقك، والبنية التحتية حقت المواطن ده. مالك وعرضك ما قادر تحميه، عايش لا شنو؟ الجيش مشغول الآن بمهمة حرب كبيرة، بمؤامرات دولية على مستوى الشرق الأوسط. الآن هو بيقاوم فيها. فأنت كمواطن لك دور المدني نظفها. أي زول عميل زول وسخان ده نظفوه انتوا كمواطنين. إذا ما نظفتوا بيأذيكم انتوا سلطان في الشعب، إذا ما بترتوا بيأذيك أنت، ما بيأذي الجيش. فلولا العمالة الداخل المواطن السوداني عملاء أبناء هذا الوطن ضد وطنهم، والله لكان الوطن موصل لهذا المرحلة. ولا زال أنا أتعجب هنالك من يصدق ما يقوله الحرية والتغيير والسياسيين والأحزاب والكلام الفارغ ده. سياسة تانية بيجيب ديمقراطية ما في، مدنية ما في، حكم حيكون عسكري في أفريقيا والشرق الأوسط بصورة عامة، لأن هنا الدول الوحيدة مستهدفة. ما في حاجة اسمها جيش مسيطر على الإسلاميين. عرفوا الإسلاميين من هم الإسلاميين. يعني أي زول بيصلي ويقول لا إله إلا الله والله أكبر هو إسلامي؟ ها؟ طيب دار تقول لي الشيوعيين أحسن من الإسلاميين بشنو؟ سؤال. دار تقول لي الشيوعيين واليساريين والعلمانيين أحسن من الإسلاميين بشنو؟ أقنعني بس، عشان أنا أصدق شماعتك دي، أصدق اللي أنت بتقوله في الإسلاميين ده. انت قدمت شنو والاسلاميين قدموا ولا شنو؟ ما هو ده السؤال هنا. اي سوداني قال لك يا زول دي الاسلاميين او دي الفلول، تعال جيبه، هو احسن منهم بشنو؟ بس ده اعرف الحته دي. انا نحن دارين نعرف احسن منهم بشنو. والمرتزقه منو هنا؟ في ناس بيقولوا الجيش مرتزق. الجيش قالوا مرتزقه. كيف الجيش مرتزقه؟ انت جد ايه توصف الجيش بمرتزقه؟ المرتزقه انت اللي بدأت تنهب حق الناس، بتيجي تعتدي على الناس وتمثل فيها انت الديمقراطيه وانت الوطنيه ذاتها، وتنهب وتقتل وتروع على المواطنين، وتوصف جيش وطني. ايش تقول؟ لا دي المرتزقه. كده عرفوا الارتزاق لديكم يا ساده. عرفونا الارتزاق، عرفونا كده المرتزقه دي كيف هي. هنالك من يقول الجيش مرتزقه. سبحان الله يا الدنيا. على كل حال القوات المسلحه ما بتشتغل شغل عشوائي بتاع حماقه بتدخل رجال وكده يموتوا في المعركه. عندها خطط واستراتيجيه وتكتيك بتخدم به، وبتنوع عملياتها. عندها 300 400 خطه بتاعت عمليات نوعيه بتقوم بها اثناء الحرب الظاهره في الميادين بالمدفعيه والحياه دي، بتدور تنتصر باقل تكلفه. عشان كده انا رسالتي لاي مواطن جاعل شماعته الكيزان او الاسلاميين هم اعداء الوطن او اعداء السودان او اعداء غيره، فاديني انت جدا دينك شنو؟ عقيدتك شنو؟ مبدأك شنو؟ هتحكمنا بشنو؟ وحتجيب لنا شنو؟ خليني من الكلام العاطفي اللي بيسوقوا الناس بالخلا، وكلام الديمقراطية وكلام الوهم الحاصل ده. أنا بتكلم معاك بالمنطق يا جماعة والله في هجوم. أنا قلت للناس شيلوا في هجوم تقيل، هجوم ما بعد هجوم. فأنا ما داير الرئيس يجيني بفلسفة يشيطن لي في الوضع الكارثي. وين ناس اشتباكات وناس ثوار وناس التتريس والناس شو الآن وين مشوا؟ ناس كتايب ظل البومبان وناس التتريس وناس الحريق اللساتق ونحن غاضبون ونحن وين الناس دي من حماية الناس اللي بيسرقوا بيوت الناس ومن حماية الاعتداء على العروض؟ وين الناس دي؟ قلنا لكم تسقط بس نهاية سيئة. دي النتيجة الآن الحاصل، نتيجة تسقط بس. تاني كان دايرينها تسقط بس هتعانوا معانا زي دي مضاعف. سمعتوا كلام العاطفي السياسي وكلام الأحزاب، غشونا وخدعونا خدعة ما بعد خدعة.
لحد ما في النهاية قلنا لكم البلد دي نهايتها نار. لو متابعين في التيك توك في اليوتيوب حديثي بقول لكم دي كلها مضي على الوقت. في النهاية البلد دي حتولع نار، في النهاية نار. يا خلوها تولع هسه عشان ما تتحسب. لا، ضيعوا الوقت، نهبوا الثروة، فسدوا، مرروا أجندتهم الفكرية، فعلوا، في النهاية شعلوا حرب. يا جماعة الحرب الإعلامية هي أقوى من حرب السلاح. المواطن ده لو الليلة بوعوه وبصروا له الحقائق ما كان الآن وصل لهذا المرحلة. لكن المواطن مغيب تماما من غربه لشرقه لوسطه. بس يجيبوه وكروبه الشوك. بس في حرب راح يا زول. في ناس بقول لهم راح مغنموا، في ناس بقول لهم ده حقكم، في ناس بقول لهم دي الجلابه نهبوكم وفعلوكم تركوا لكم، في ناس توجيههم كذب. عشان كده انا بوصي دائما عمر الظالم ما بينتصر على المظلوم مهما كان. المسألة مسألة وقت بس. لا نشك أن هنالك عملاء وخونة وطوابير داخل الجيش، لكن ما معنى الجيش مهزوم؟ هيتم حسمها في العاجل أم آجل. وأرسلت المواطن سلح نفسك وأحمي نفسك. ده شيء كفلته لك القواعد الطبيعية، وكفلوا لك الدين، وكفلتك الحقائق الثابتة. إن الإنسان سيد نفسي، تنتج بنفسك لنفسك وتدافع بنفسك عن نفسك وتحكم نفسك بنفسك. دي الديمقراطية اللي بيتكلموا عنها هي. راجعوه في كل القواميس الكتب، كتاباتهم، شغلهم. دي الديمقراطية. أكروا بقاشكن واحمي عروضكن وورودكن، وإلا خلوا العويل والبكاء. الآن في بيتك ده ما بيت الجيش، ده بيتك أنت. لما نجي يتلبوا ينهبوا أنت الخسران صح؟ لما نجي يغتصبوا عرضك أنت الخسران صح؟ لما نجي ينهبوا مالك أنت الخسران صح؟ أي مواطن يجب أن يسلح نفسه ويحمي نفسه. بس دي رسالتي للجميع. أنا ما عرفتوني، لا بدعم دعم سريع، لا بدعم أحزاب سياسية، ولا بدعم مؤتمر وطني، ولا بدعم أحزاب. ده موقفي الثابت للذين يعرفوا أبو قروش، والذين لا يعرفوني فما ندمان عليهم ولا زعلان منهم. حللوا ما يحلوا، يفعلوا ما يفعلوا. رسالة للمواطن سواء كان في دارفور لا تحمل السلاح أن تعتدي لأخيك أو تصفي حساباتك معه. السلاح ده حملك له دفاعا عن نفسك، لأن السودان مستهدف لتفرتك ومستهدف لحرب قبلية. أحمي نفسك لحد ما الحكومة تجيك في أي حتة. عشان كده يجب عليك كمواطن أن لا تستغل السلاح لتصفية الحسابات مع جارك، أو مع إنسان شغل قبلي أو شغل إثني أو شغل عرقي. فالناس تبتعد عن الكلام ده تماما. جاك عدو شايل سلاح تعامل معه، جاك أي زول تعتدك يتعامل معه، لكن لا تعتدوا، لا تعتدوا على الناس ظلما. دي رسالتي لكم، ونتمنى من المواطن السوداني أن تصلوا هذه الرسالة. وربنا قادر أن ينصر المظلوم، والقوات المسلحة قادرة أن تحزم هذا الأمور. لكن الآن حجم المؤامرة أكبر من الوطن وأكبر من الشرق الأوسط كله، ولا يدرك حجم المؤامرة إنسان عادي طبيعي. حتى عسكري طبيعي عادي ما بيدرك حجم هذا المؤامرة. مؤامرة أبناء الوطن، سياسيينهم وبعض العسكريين، ومؤامرة خارجية ومؤامرة دولية وعربية ومحورية ضد السودان بأكمله. لا يهمهم من يعيش في هذا السودان، يهمهم بس الثروة، وأن يموت هذا الشعب السوداني وتدمر البنية التحتية. ده هم العملاء والخونة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وربنا سبحانه وتعالى كفيل بالحقائق. نحن في موقفنا الذي عرفونا فيه مع القوات المسلحة كمؤسسة، ولن نتغير بمال أو سلطة. ندعمها كمؤسسة لأننا نعرفها، ونعرف قيمة وطننا، ونعرف تضحياتها ونضالاتها ومقدراتها الوطنية. مهما كانت تم التشويش لسمعتها عبر السياسيين أو الحقداء والعملاء والحاسدين، فالقوات المسلحة سوف تكون هي البديلة للقوات المسلحة التي رفضها هؤلاء العملاء والخونة. وحيتم إعادة هيكلتها من داخلها، ويتم تنظيفها في هذه الحرب، لأن الحرب في حد ذاتها فلترة للقوات المسلحة، بتكشف سر العميل والطابور الخامس والمطواطي والراجل والفارس والهم الوطن. القوات المسلحة في هذا الحرب اتفلترت اوتوماتيك، إعادة هيكلتها اوتوماتيك.
كل عميل خاين اتعرف فيها. العملاء والخونة زول السياسيين بيشترون ما في ديل كان قبضوهم السجون. اما العملاء والخونة في القوات المسلحة معروف الميدان هو كفيلهم رميا برصاص. تحياتي واحترامي لمن يستحق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.